من شهدت عروضا مختلفة ومسابقات ثقافية ومنافسات رياضية وإحياء لتراث غني يبرز عادات وتقاليد المنطقة. أسدل الستار الليلة البارحة على النسخة الأولى من مهرجان ليالي بلدية الشام الثقافية والرياضية. المهرجان تخللته مسابقات في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والشعر بشقيه الفصيح والشعبي، كما عرف اهتماما بالثقافة وإحياء للتراث بتقاليده العريقة، إضافة إلى عروض مسرحية ومدائح نبوية وأناشيد تفاعل معها الجمهور. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على المقدرات السياحية في المقاطعة وتحريك السياحة الثقافية وإشراك الشباب وتعزيز الوحدة الوطنية. هذه البادرة الحسنة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ وأن نتمسك بها وأن كاملين نعود عارفين عنها بادرة. يا الله تعود نظرنا فيها أبعد من كونها توفى مع 3 أيام. يا الله تعود ذيك الأبعاد اللي هي تنعكس في واقعنا الاجتماعي من وحدة ومن إبراز بعض المواهب. لكن يا الله ولا يواكبنا من هون إلى السنة القادمة إن شاء الله. بيهلي شي لاهي قد جابر نحن هذا اليوم كاملين ويجعلنا قاعدين القعدة ومتموكين وكلنا يتحدث للثاني. ظاهر لي عن هذا هو النبض الحقيقي لاهتمامات فخامة رئيس الجمهورية. عمدة البلدية أكد مضيهم قدما في كل ما من شأنه إحياء الساحة الثقافية والرياضية بالمدينة. شرفني الليلة عني نعود معاكم هون في الاختتام اللي ينم عن الوحدة الوطنية، ولا نقول إن شاء الله عن هو دربنا إن شاء الله، دربنا تنمية البلدية الشامي والمقاطعة بصفة عامة. ذيك البصمة اللي قاعدين نديروا يسوى شنو هي قاعدين نلحقوها إن شاء الله البلدية وذي المدينة إن شاء الله المقاطعة ندوروا نلحقوها إن شاء الله. وشهد المهرجان عديد الفقرات التي شكلت فرصة للمشاركين في المسابقات لتعزيز قدراتهم في تلك المجالات. هذه الأيام كانت سانحة لنكتشف من خلالها عديد المواهب والمكنونات التي تتمتع بها بلديتنا العريقة أو مقاطعتنا. واكتشفنا كذلك أن شبابنا لا زال متمسكا بما تركه عليه الأجداد من قيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفي ختام المهرجان تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات، كما نال أصحابها إفادات تكريمية ومبالغ مالية تثمينا لعطائهم ومشاركتهم التي أضفت على المهرجان لبوس التنوع والتشكل الثقافي والانسجام الاجتماعي. الشيخ الحميدي، الموريتانية، قاطعة الشام.